السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا النهاردة عما هو اللباس وما المراد منه. الإجابة على هذا السؤال نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى الله إلى يوم الدين. أما بعد، مقصود باللباس الملابس التي يلبسها الإنسان لتستر عورته تصون بدنه من الحر أو البرد، وهي نعمة تفضل الله بها على عباده، أشار سبحانه إلى عظم هذه النعمة في آيات متعددة، منها قوله بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشه ولباس التقوى ذلك خير من آيات ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. والواري أي يستر، والسواد جمع سوء وهي العورة، والريش اللباس الفاخر الجميل الذي يتزين به الإنسان. والمعنى: يا بني آدم اشكروا خالقكم الذي هيأ لكم سبيل الحصول على الملبس الذي تسترون به عورتكم والذي تتجملون به في أفراحكم وعبادتكم، كما قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم. اللباس الشرعي الرجال والنساء هو الذي يستر ما أمره الله تعالى بستره من بدن الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، وجب أن يكون من مال حلال. في الصحيحين أو في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أو صيام من يلبس جلبابا أو قميصا من حرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يجب أن يكون المقصود مما يلبسه المسلم والمسلمة ستر ما أمر الله بستره، وليس الفخر بالخيلاء أو التباهي والتعاطي على الناس. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قد حرمت شريعة الإسلام لبس الذهب والحرير للرجال، لأن الذهب أوجده الله ليتعامل الناس به فيما بينهم في البيع والشراء، ولأن الحرير فيه نعومة لا تتناسب مع طبيعة الرجال. التحلي بالذهب والحرير أليق بالنساء. صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة أو أن نأكل فيها، وعن لبس الحرير أو نجلس عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله أخذ حرير فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذه حرام على ذكور أمتي حلالا لإناثها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالحرير الذي حرمته شريعة الإسلام لبس الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي الذي يصنع من أشياء معينة فليس حرام. والخلاصة أن المسلم عليه أن يلبس ما حل الله من لباس دون إسراف أو تفاخر. قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا خيلاء. وعلى المسلمة أن تلبس ما يستر بدنها بطريقة فيها احتشام وأدب. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق أي لا تستر لون البدن سترا تاما، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية